مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هشارك فيه معاكم بقى شويه حاجات كده ب10 جنيه. عملناها كده تفريزات لرمضان ان شاء الله. على ما يجي رمضان باذن الله على خير نكون يعني فرزنا شويه حاجات كده تنفعنا جدا وهتوفر معانا كتير جدا في الميزانيه. فيلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونحط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونبدا مع بعض. دي اول حاجه يعني لازم نستغلها بقى موسم الجوافه كده. الجوافه عندنا ب10 جنيه، فانا جبت كيلو كده وسبت كام واحده كده للولاد والباقي كده قطعته وشلت طبعا البذر وهفرزه بقى. بتبقى سهله جدا، يعني اسهل من ان تشيليها بالبذر بتاعها كده وتقعدي تصفي. فدي بتبقى طريقه سهله كده وبسيطه، يا دوبك هتطلعي الكيس وتحطيه في الخلاط مع السكر والميه او اللبن. شوفي انت بتعمليها ازاي، وبتحطي في كل كيس على قد بقى ايه المره اللي انت هتطلعيها فيها. يعني ما تحطيش بقى زياده، يا دوبك على قد المره اللي انت هتطلعيها او على قد عددكم بتحطي بقى الايه الكميه اللي انتوا بتستهلكوها في الكيس. فدي يعني الطريقه دي احسن طريقه انا جربتها لتفريز الجوافه. ولا بحط بقى عصير ليمون ولا بحط سكر ولا اي حاجه خالص، وبتفضل زي ما هي، ولا لونها بيغير ولا بيسود ولا اي حاجه. انا بشيل البذر وبحطها زي ما هي كده، وبتبقى سهله وبسيطه جدا. يعني احنا بنحتاج للعصاير كتير في رمضان، فدي هتبقى بالنسبه لك يعني بصوا حاجه موفره جدا وسهله وبسيطه و10 جنيه بس. كل ما تيجي تجيبي جوافه شيلي 2 3 كده على جنب واعمليهم وحطيهم في الفريزر، هينفعونا جدا. بصوا انا عملت الكيسين دول زي ما قلت لكم. انت بتحطي في الكيس المقدار اللي انت عاوزاه او اللي انتوا بتستخدموه على قد عدد افراد اسرتك، بتحطي في الكيس وبتشيليها كده في الفريزر. بس بلاش تبقى جنب حاجه، يعني جنب يعني خضار او توم او حاجه زي كده عشان ما تلقطش بقى معاه. تاني حاجه معانا برضو الفلفل ده. الفلفل ده برضو انا كنت شارياه النص دوت ب6 جنيه، تمام. فانا بستخدمه كتير جدا. يعني بصوا انا يعني الفلفل ده ما بستغناش عنه اكتر من الفلفل الرومي كمان، لان انا بحط يعني بستخدمه في حاجات كتيره جدا. فلما كنت بجيبه وبحطه في التلاجة بصراحه كان بيبوظ معايا يعني بسرعه وكده. فجبت بقى النص دوت غسلته كويس جدا، وزي ما انتم شايفين انا بقطعه كده صغير وبحطه عندي في الفريزر. ممكن برضو تشيلوه سليم زي ما هو كده، تقطعوا بس العنقود اللي هو من فوق ده وتشيلوه، بس طبعا يبقى متنشف. بلاش اي حاجه تشيلوها في الفريزر تبقى فيها ميه، بتنشفوه وتشيلوه زي ما هو كده. انا قطعته كده وباخد بقى على قد اللي انا محتاجاه يعني بدخله في الفريزر تاني. باخده وهو متلج كده، بطلعش الكيس يفك على الرخامه وبعدين ادخله، لا باخد الشويه اللي انا هاخدهم وبحطه تاني في الفريزر، تمام. دي بقى تتبيله سمك، هتعملي كبده مسقعه يعني بصوا انا بدخله في حاجات كتيره. صينيه البطاطس مش عارفه ايه، عايزه تتبلي بتنجان يبقى موجود عندي في الفريزر، بينفع جدا زي ما انتم شايفين. وبصوا الفلفل ده انا لما بحطه في الفريزر على فكره ما بيلزقش في بعضه ولا اي حاجه، بيبقى متفرد كده اللي هو سهل ان انت تاخدي منه وتحطي في الطبخه اللي انت عايزاها. فمن الحاجات الحلوه قوي يعني. الليمون دي تالت حاجه معانا اهوت. الليمون برضو ب10 جنيه. بصوا كل اسبوع كده هاتوا حاجه من الحاجات دي وحطوها في الفريزر، صدقوني والله بتنفع جدا جدا. احنا داخلين على شتاء، الليمون ده احنا بنحتاجه كتير قوي، ف يعني لازم يبقى موجود عندنا. وطبعا سعره بيغلى جدا في الشتاء، فدلوقتي ب10 جنيه. فالحقوا بقى هاتوا كل ما تنزلوا كده هاتي نص كيلو مثلا وشيليه في الفريزر. انا هعمله النهارده بطريقه مختلفه شويه. يعني هشيله زي ما هو كده بس هقسمه نصين وهشيله زي ما هو كده. انا طبعا غسلته وفرشت فوطه المطبخ دي على الرخامه ونشفته كله كويس جدا وبقطعه نصين كده وهشيله زي ما هو كده. بس خلي بالك دوت مش للعصير،
يعني ده هتحطي منه على الشرب، اي شوربه بقى انت عاملاها، تعصري منه بقى في تتبيله انت عايزه تحطيه في تتبيله، اي تتبيله بقى انت عاملاها بقى، تتبيله سمك، تتبيله بتنجان، اي حاجه من الحاجات دي. انما العصير لا، شلت كام واحده برضو كده في علبه في التلاجة، والباقي بقى ايه حطيته على كيسين زي ما انتم شايفين اهو، ما بيجرالوش اي حاجه خالص، وبيبقى حلو جدا. بتطلعي بقى اللي انت عايزاه، سواء نص ليمونه، سواء ليمونه كامله، او يعني شوفي اللي انت محتاجاه، بتطلعيه يا دوبك يعني دقيقتين 3 بيفك بس كده، وبتستخدميه على طول، ما بيجرالوش اي حاجه. عايزه تشيليه بقى للعصير، بصوا انا جربته قبل كده للعصير. لو هتضربيه في الخلاط انا بقشره وبشيله كده ايه سليم زي ما هو كده في علبه زي اللي انتوا شايفينها دي كده، وبيبقى متقشر، وبطلعه احطه في الخلاط ومعاه النعناع والميه والسكر، وبيبقى تحفه وحلو جدا برضو. بصوا برضو اللوبيا دي من الحاجات اللي انا يعني بحب تبقى عندي في الفريزر برضو. دي كان نص كيلو لوبيا كده، كنت جايباها من فتره، كان النص تقريبا ب30 جنيه. يعني كنت حطاها في التلاجة، فطلعتها غسلتها كويس ونقعتها من بالليل، وتاني يوم سلقتها و يعني صفيتها كويس، ويعني حطيتها على 3 اكياس اهوت على قد الايه الطبخه، وبطلعها اليوم اللي انا ايه عايزه اطبخ فيه، بطلعها وبطلع كيس الصلصه، وبيبقى بصوا حاجه سهله جدا، مش لسه بقى هتسلقي بقى لوبيا او كده، بتبقى الصلصه موجوده عندي، وبسحب كيس اللوبيا وبعملها بقى على طول. الصلصه برضو من الحاجات اللي يعني بصوا احنا ما بنستغناش عنها. انا لقيتها ب8 جنيه بصراحه، هو اللي يعني كان بيعبيها، فلقيتها حلوه ما فيهاش اي حاجه خالص، فجبت 3 كيلو تقريبا او 4، والله مش فاكره. المهم انا جبت شويه حلوين كده، وحطيتهم بقى ايه المستويه، حطيتها في الحله دي، وحطيت عليها كده يعني بنجر انا كنت شايلاه برده في الفريزر، وبحطها كده زي ما هي، ما بضيفش ميه ولا اي حاجه خالص، بحطها لحد ما تستوي، وبعدين اضربها في الخلاط واصفيها، وبعبيها في اكياس برضو، يعني من الحاجات اللي يعني حلوه جدا وبتنفعني قوي بصراحه، سواء هتعملي بقى خضار، هتعملي محشي، اي حاجه تبقى موجوده عندك. ده الباقي يعني نقطت بقى اللي هي الجامده دي، غسلتها ونشفتها، وحطيت مناديل مطبخ وحطيتها في التلاجة عندي للسلطه. دي الكميه اللي طلعت من بعد ما ضربت الطماطم وصفيتها كويس. انا بحب اصفيها من البذر والقشر بصراحه، وعبيتها في اكياس زي ما انتم شايفين اهو، عملت ما شاء الله معايا 5 اكياس. ودي صلصه مركزه، فيعني بصوا حلوه جدا. تعالوا بقى نعمل مع بعض معانا الخيار برضو ب10 جنيه، فلقيته حلو جدا. هنعمل بقى شويه مخلل خيار سريع وحلو جدا ونضيف، وحاجه كده ايه انت اللي عاملاها بايدك، بدل ما تشتروا بقى مخلل من بره. ب10 جنيه هنعمل كميه حلوه قوي تقضيكي 3-4 ايام كده. ده بقى الخيار اللي هو السريع، اللي هو هتاكليه في نفس اليوم. انا قطعته بالورب كده زي اللي بنجيبه من بره. بعد ما غسلته قطعته كده، جبت حله وحطيت فيها الكميه بتاعه الخيار كلها، وهبتدي بقى احط عليها شويه شويه كده من البهارات. جربوا الطريقه دي يا بنات، والله العظيم تحفه، وطعمه بالظبط زي بتاع بره. حطيت هنا على الكميه دي معلقتين كبار من الملح، بس للامانه طلع حادق شويه، يعني انا كنت باخد الكميه اللي انا عايزاها، و يعني بشطفها تحت الحنفيه كده شويه عشان ايه يعني تنزل الملح بتاعها شويه. تحطوا على الكميه دي معلقه ونص هيبقى مظبوط تمام. وحطيت كمان معلقه من الكمون، وشويه برضو من الكزبره، وهنحط كمان شويه من الشطه، او ممكن لو عندك قرون شطه كده حطي قرن شطه كده اقسميه نصين وحطيه. انا مش عارفه ما حطيتش من الفلفل اللي انا لسه مفرزاه ليه، نسيت بصراحه، فحطيت شطه بقى اللي هي البودره دي، ودي معلقه من السكر، ودي مهمه جدا هتخلي لك المخلل بتاعك مقرمش جدا، ودي اعتمدوها في اي مخلل لازم تحطوا معلقه السكر دي. 4 فصوص من الثوم، ودول شويه خل كانوا يعني اخر شويه خل عندي حوالي ربع كوبايه كده، وعصرت كمان ليمونتين
على مخلي الخيار ده بيديها مزازه كده وبيخليه حلو قوي. تمام. وهحط بقى، هضيف على الحاجات دي كلها 3 اعواد من ورق اللورة كده، 3 ورق لورة، وكوبايتين من الميه. تمام. هضيف الكوبايتين، هما كوبايتين بس من الميه، وهقلب بقى الايه الخلطه دي كلها مع بعض. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، ريحتها حلوه جدا. بس وهسيبها بقى على النار 3 أو 4 دقايق بالظبط. ما تسيبيش الخيار لحد ما يغلي، لا، حطيه على النار لحد ما لون الخيار يبتدي يغير كده ويبتدي يصفر شويه. يا دوبك هم 3 أو 4 دقايق بالظبط. وممكن يعني على فكره يعني تعملوها وتضيفوا عليها ميه، يعني ميه تكون سخنه. بس جربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم قوي. حطيته على النار يا دوبك 3 أو 4 دقايق لحد ما بصوا زي ما انتم شايفين كده بيطلع بخار اهو. لون الخيار ابتدى يغير شويه، بس هو لسه طبعا. هفضيه بقى في حاجه، قلبوه بقى كده على، يعني قلبوه كده كله، هاتوا اللي تحت بقى فوق. عايزه اقول لكم ريحته فظيعه فظيعه. جربوه بجد هتدعوا لي. يعني يا دوبك هيبرد الخيار معاكم هتاكلوه في يعني انت لو عاملاه الصبح على بعد الظهر كده هتلاقوه جاهز واستوى وبقى حلو جدا. انا جبت عندي العلبه دي حطيت فيها بقى الخيار، وهسيبه بقى لحد ما يبرد خالص، وهيكون كده استوى معايا وبقى زي الفل. ودي 10 جنيه بس، عملنا كميه من الخيار حلوه جدا. الجزر برضو لما يرخص بس كده شويه هاتوا برضو واعملوا. هنعمل مع بعض مخلل الجزر، واللفت برضو هنعمله ان شاء الله مع بعض. انا عاملاه برضو معاكم في القناه، بس هنعمله برضو مع بعض. من الحاجات برضو الجميله جدا اللي بنحبها قوي في الشتاء. تمام. ده شكله اهو. هغطيه بقى واسيبه خالص. بصوا سبته 2 3 لحد ما برد وبقى تحفه. عايزه اقول لكم طعمه مش طبيعي، حلو جدا. وفي قرمشه كده من معلقه السكر اللي احنا حطيناه. هيقعد معاكي بقى، حطيه في برطمان كده يقعد معاكي في التلاجة 3 4 ايام، هيبقى حلو قوي. بصوا جميل جدا. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا اخدتوا كده منه افكار. صدقوني حاجات بسيطه جدا زي ما قلت لكم، كل اسبوع بس 10 جنيه فرزوا فيها حاجه، سواء لرمضان او الايام العاديه، هتنفعنا جدا وهتوفر لنا كتير في الميزانيه. فيا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى يا حبايبي لو عجبكم الفيديو احطوا لايك واشتركوا في القناه، واستنوني في الجزء الثاني باذن الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.